السلام عليكم. النهاردة بقى نعمل حاجة معروفة عندنا كمصريين. مقبلات كده جنب الأكل، وكمان بنعملها كتير قوي في العزومات وكمان في الأفراح. هنعمل بقى جلاش باللحمة المفرومة بطعم حلو جدا ما شاء الله. بتركاية كده في التسوية هيطلع معاكي الجلاش مورق وحلو قوي. يلا بقى نشوف الجلاش ده عملناه ازاي، بس هستناكي تجربيه وترجعي تقوليلي رأيك فيه. يلا بينا نبدأ، بس الأول مع دودو كلنا متعودين إن أكلتنا دي ما بتحلاش إلا باللمة الحلوة، فيا محلاها لمتنا يا رب تعجبكم أكلتنا. وأول حاجة هنبتدي بيها هو إن احنا نعصج اللحمة. هنجيب بقى الطاسة أو الحاجة اللي هنشتغل فيها ونبدأ ننزل فيها بمعلقة كبيرة من السمنة أو أي مادة دهنية عندك. لو عايزة تضيفي زيت هيبقى حلو جدا. وبعد كده بدأت أنزل عليه بقى وهو سخن جدا بنص كيلو من اللحمة المفرومة. عايزة بقى تزودي او تقللي دي على حسب انت هتعملي حجم الصينية بتاعتك قد ايه. ومش اقلب اللحمة دي غير لما هي تغير لونها من تحت، علشان لو قلبتها وهي لسه ما غيرتش لونها من تحت هتبدأ تنزل السوائل او المية اللي جواها. وكل شوية كده نديها تقليبة لما نلاقي ان الجزء ده غير لونه، ونفضل بقى على نفس النظام ده لحد لما نلاقي ان اللحمة كلها اتشوحت او اتشمعت معانا. طبعا في الوقت ده ما بنضيفش اي حاجة هنضيفها عليها، لا احنا لازم هي كلها تاخد لون علشان نبدأ نضيف اللي احنا عايزينه لحد لما نوصل للمرحلة اللي انتوا شايفينها دي. انزل بقى عليها ببصلتين كبار مفرومين ناعم جدا بالشكل ده. والبصل ده بقى لو عايزة تزودي او تقللي فيه ده على حسب راحتك، بس هو هنا بصلتين كبار بيبقوا حلوين جدا ومظبوطين قوي على نص كيلو من اللحمة المفرومة. ونقلب بقى البصل مع اللحمة بتاعتنا كويس قوي مع بعض، وطبعا من الوقت للتاني نديهم تقليبة. وهنا بتضيفي بقى التوابل اللي انت بتحبيها في عصاج اللحمة. البهارات اللي انت بتحبيها تقدري ان انت تضيفيها في عصاج اللحم. انا هنا بقى بضيف ملح وفلفل اسود والسبع بهارات او بهارات اللحم ورشة من جوز الطيب وكمان القرفة بتديها طعم حلو جدا. وابدأ بقى ان انا اقلب الكلام ده كويس اوي مع بعض. القرفة هنا بتبقى رشة بسيطة بس بتشيل أي زفارة من اللحم ومش بتغير طعمها، وبيبقى طعمها حلو جدا في الآخر. لو مش حابينها تقدروا ان انتوا تستغنوا عنها تماما، مفيش أي مشكلة فيها. وبس كده، وهي ده يكون العصاج بتاعنا. بنسيبه بقى لعند لما بيستوي، هو طبعا ما بياخدش وقت اصلا. وهو كده بيكون استوى معانا، نبدأ نشيله بقى من على النار. نجيب بقى الصينية اللي عندنا ونجيب لفة من الجلاش، وانا هنا مستخدمة لفة نص كيلو. تستخدمي بقى صينية مدورة مربعة مستطيلة اي حاجة. وبعد كده تدهنيها سمنة، وانا هنا عاملة ميكس ما بين السمنة البلدي والسمنة العادية، بتدي طعم في الاخر حلو قوي. ونبدأ بقى نديها رشة من تحت بالسمنة، وبعد كده نضيف اول طبقة من الجلاش. وما بين بقى كل طبقة وطبقة لازم ندهن كده شوية من السمنة. ولو انت عايزة بقى تعملي كل طبقتين من السمنة، يعني تحطي طبقة عادية وطبقة جلاش وبعد كده تدهني سمنة، الموضوع معاكم هيبقى حلو جدا. بس انا بصراحة الاحلى هو الطبقة وطبقة، هيديكي اصلا في الاخر هيبقى يديكي توريقة احلى. فهو كل طبقة وطبقة نرش شوية كده من السمنة تبقى حلوة قوي. وزي ما قلت لما بتعملي ميكس ما بين السمنة العادية والسمنة البلدي هتديكي طعم في الاخر يجنن. بدأت بقى ان انا احط طبقات الجلاش، ونحط حوالي 7 طبقات تحت او 6 وفوق برضو 7 طبقات او 6، يعني نقسم اللفة دي على 2. نعمل بقى 6 او 7 طبقات بنفس الشكل ده. وطبعا ما بين كل طبقة وطبقة سمنة، ما ننساش نعمل الحركة دي لان هو ده هيورق معاكي الجلاش في الاخر، هتبقى حلوة جدا. وبعد بقى لما بتخلصي الطبقات بتاعتك بتبدأي ان انت تجيبي اللحمة اللي كنا معصجينها، نبدأ ننزلها على الجلاش اللي عندنا. وهي دي الحشو. تقدري على فكرة ان انت تعملي الحشو ده بالجبن، هتبقى حلوة قوي. بعد بقى لما نزلتها بدأت ان انا افردها على الجلاش. وهنا بقى لازم نفردها كويس قوي، وده بيكون شكلها بعد لما اتفردت معانا. طبعا ورقة الجلاش الأخيرة اللي هنحط فوقها الحشو دي مش بتندهن سمنة. ونبدأ بقى ان احنا نضيف ورقة جلاش فوق، ونبدأ ندهن سمنة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ونكمل كمية الطبقات كلها اللي فوق بنفس الطريقة دي. عايزة اقول لكم ان بالطريقة دي هتعملوا احلى صينية جلاش باللحم، متأكدة ان هي تعجبكم قوي. نكمل بقى الطريقة دي ونرجع نشوف هنسويها ازاي علشان تطلع في الاخر معاكي ولا غلطة. ولو وصلت لعندي هنا بقى ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.
ولو عندك فيه جلاش متكسر معاكي تقدري ان انت تضيفيه في الطبقات اللي في النص دي، هتبقى حلوة جدا ومش هيظهر معانا. فلو في اي ورقة عندك مش مظبوطة بتحطيها بعد الحشو على طول، بتبقى حلوة قوي وما بتظهرش بره في الاخر. وطبعا اخر طبقة دي ما بنحطش عليها سمنة، يعني هنحط الطبقة الاخيرة دي ومش هندهن عليها سمنة. وبعد كده بنجيب السكينة ونمشيها كده على الجناب علشان لو في اي زيادة معانا ما تبقاش ظاهرة على الجناب ويطلع شكلها في الاخر حلو قوي. ده بقى بيكون شكل الجلاش بتاعنا. وطبعا احنا بنقسمه قبل ما يدخل الفرن. بدأت بقى ان انا اقسمه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اول حاجة بنجيبها بالعرض، وبعد كده بنجيبها بالطول. وطبعا هنا الجلاش لازم نقسمه قبل ما بيدخل الفرن مش بعد لما بيدخل الفرن. وهقولك هنا على تركاية حلوة قوي للتسوية، هتطلع معاكي الجلاش في الاخر مورق جدا، مورق جدا وحلو قوي. تعالوا بقى الفرن عن لما نعمل الخليط اللي هنسقي بيه الجلاش. هندخله بقى في الرف اللي تحت على درجة حرارة متوسطة. عندي بقى هنا بضاية، ولازم هنا نضرب البضاية دي كويس قوي علشان في الاخر ما تعملش اي بياض كده على الجلاش نفسه. فلازم هنا اضربها كويس قوي. وبعد كده هننزل عليها بمعلقة صغيرة من بيكنج باودر ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود. ويفضل انك تستخدمي فلفل ابيض علشان ما يعملش كده نقط سودا على الجلاش نفسه، بس انا بصراحة ما كانش موجود في الوقت ده عندي فلفل ابيض. استخدمت فلفل اسود وكمان معلقة صغيرة من الملح، وبدأت بقى ان انا اضيف الخليط ده على كوباية من اللبن. هنا كان يعني 200 ملي. لازم اضرب البيض كويس قوي قبل ما ننزله على اللبن عشان ما يحصلش في اللبن اي قطع كده او كتل من البيض. وبعد كده انزل عليه بمعلقة كبيرة من السمنة. البيكنج باودر هنا بيخلي ان الجلاش يكون مورق قوي معانا، وده شكل الجلاش بعد لما سيبناه دقيقتين كده في الفرن. خرجناه بقى وحطينا عليه الخليط ده، وندخله الفرن تاني على درجة حرارة متوسطة في الرف اللي تحت. بس انا هنا هعمل حاجة اختيارية، ان انا احط عليه من فوق سمسم وحبة البركة. دي بيديله شكل حلو قوي وطعم كمان حلو قوي وفايدة خطيرة. فبدأت بقى ان انا ارش عليه كده شوية من السمسم وكمان شوية من حبة البركة. وطبعا شكله دلوقتي اختلف جدا، وطعمه هيبقى حلو قوي وريحته خطيرة كمان. وندخله بقى الفرن، وده بيكون شكله بعد لما خرجناه من الفرن. بجد شكله حلو قوي وطعمه خرافي. فمتأكدة ان النهاردة بقى ده هتعملوه بأحلى طريقة، يعني أحلى طريقة للجلاش هتجربوه بيها، وهيطلع معاكم في الآخر مورق جدا وطعم خطير. فمتأكدة ان الفيديو ده هيعجبكم قوي، وهستناكم بقى تجربوه وترجعوا تقولولي رأيكم فيه. ومع دودو كلنا متعودين ان اكلتنا دي ما بتحلاش الا باللمة الحلوة، فيا محلاها لمتنا، يا رب تعجبكم اكلتنا.